الأربعة اللي قدامنا في الفيديو دول الحاجة فيفي عبده، والحاجة ليلى علوي، والحاجة يسرى، والحاجة لوسي، وغيرهم كتير جدا كسروا سن 65 سنة. يعملوا ستوب لحياتهم والحياة الماضي ويقولوا خلاص بقى آن الأوان للتوبة، ونتكسف على دمنا ونلبس الحجاب ونستغفر ربنا عشان اللي عدى من العمر كتير قوي، ما بقاش فاضل غير القليل. يعملوا كده؟ لا خالص، دول مكملين في الهبل، وكل يوم بيلبسوا لبس مفيش بنت عندها 20 سنة هبلة وطيشة ومخها لاسع تلبسه، وكل يوم في الساحل ورقص ليل ونهار وحفلات. وفيفي عبده تقول أنا نفسي أموت وأنا برقص، الرقص مش عيب. ولوسي تقول الرقص فن محترم. ويسرى عمالة تسوق الهبل في الدين وتقول على عمرو بن العاص من الأربعة المبشرون بالجنة، والحياة بالنسبة ليسرى بلح خالص. وليلى علوي مقضياها حفلات ورقص مع المطربين وتقول الحياة حلوة. حلوة الله يخرب بيوتكم، انتوا من كوكب تاني. انا عايز افهم بس، الناس دي ما بتشوفش الناس اللي كل يوم بتموت؟ بصراحة انا شايف الناس دي الشيطان اتمكن منهم خلاص، ونسيوا حسن الخاتمة، وانا بشفق عليهم. بصراحة الناس دي انا بشفق عليهم ان هم يوصلوا للسن ده ويفضلوا في الهبل والاستعباط اللي هم عايشين فيه، واخداهم الشهرة والنجومية والمجلات كل يوم والبرامج التلفزيونية والمهرجانات، مهرجان مش عارف ايه ومهرجان مش عارف ايه، ويجيبوهم ويكرموهم ويضحكوا عليهم ويطبلوا لهم ويسقفوا لهم وهم يقلعوا. يا جماعة الناس دي في غفلة كبيرة قوي قوي قوي. تعلمنا في الدين ان في حديث قدسي ربنا قاله ان الانسان بمجرد ما يوصل لسن 40، معنى الحديث ان ربنا بيقول آن الأوان إن أنت تتوب بقى وترجع لربنا. خلاص أنت كده وصلت لسن لازم التوبة. إنما اللي أنا بشوفه من الوسط ده كله، يعني أنا بشفق عليهم بصراحة، ربنا يهديهم. إحنا كلنا ذنوب وكل يوم بنشيل ذنوب، بس اللي الناس دي فيه وفي سنهم ده، وفيهم معديين 70 وال 75 سنة، وكل يوم بالمناظر الزبالة واللبس اللي هم بيلبسوه ده. والمشكلة إن أنتوا والله لو شفتوهم على حقيقتهم، الناس دي عواجيز، الناس دي معديين يا جماعه بقول ال 65 سنه وال 70 سنه، جسمهم كله مكرمش وناس عواجيز ومنظرهم بقى وحش. انتوا لسه عاوزين ايه من الدنيا؟ خلاص انتوا عشتوها بطولها بعرضها، نرجع بقى لربنا خلاص. يعني ده انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لكم، ان عامه الانسان بطبيعته لازم يبقى في وقفه. انما بالفتره دي كلها، بالسنين دي كلها، ومكملين وسايقين في العبط وعمالين تهبلوا في الدين، لا الموضوع بقى صعب جدا، وربنا يهدينا ويهديهم يا رب.